عندك مشاكل مزمنه في ارتجاع المريء، في القولون العصبي، في سوء الهضم، وخدت علاج كتير وما ارتحتش، لازم تعرف سبب مشكلتك. سبب المشكله بيختلف من شخص للتاني، هو ده الطب الوظيفي اللي احنا بنشتغل بيه، بنشتغل عليه. مريضه جات لي عندها مشاكل في الامتصاص بتاع الاكل، بيعمل لها سوء هضم طول الوقت، بيعمل لها انتفاخات، بيعمل لها نزول في الوزن، ما تستفدش من الاكل اللي بتاكله، ويبقى فيه اسهال متكرر. لما جينا اشتغلنا على موضوع الطب الوظيفي، لقينا المريضه بتاعتنا عندها حساسيه مفرطه لبعض الاكلات، فجينا اشتغلنا على الاكلات دي ومنعناها وبدانا ندي علاج للحساسيه. الحاله اتحسنت جدا جدا جدا. الطب الوظيفي بمنتهى البساطه مش بيشتغل لمجرد ان انا اعالج اعراض، لا، انا بشوف اسباب المشكله وابدا اشتغل عليها. اسباب المشكله دي بتختلف من شخص للتاني، فبالتالي العلاج بتاعنا هيختلف من شخص للتاني. ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون حساسيه ببعض الاكلات، ممكن يكون في مشكله في المناعه بتاعته، ممكن يكون في مشكله في الحاله النفسيه، ممكن يكون في مشكله في البكتيريا النافعه والضاره اللي موجوده عنده. المهم نشخص المشكله وبعد كده نشتغل على علاجها طبقا للتشخيص اللي احنا وصلنا له. لو بقالك كتير تعبان وبتدور في الدايره المفرغه ما بين تحاليل واشعاعات وادويه ما بتجيبش نتيجه، ابعت لنا عشان نعرف جذور مشكلتك من خلال الطب الوظيفي ونعالجها صح.